لماذا أرادت الدولة التركية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني PKK الآن في 22 أكتوبر 2024؟ قال السياسي التركي الأكثر قومية وعنصرية دولة باقجلي ليتم رفع العزلة عن أوجلان وليعلن حل تنظيمه. العملية التي بدأت بهذه العبارات تطورت بشكل متسارع خلال 7 أشهر فقط، حيث دعا أوجلان حزبه في 27 شباط هذا العام إلى حل نفسه وفسخه، بينما أعلن PKK عقد مؤتمره الأول في 8 أيار. لذا قد تحمل الأيام القادمة العديد من التطورات، ابتداء من عملية نزع سلاح الحزب وتجريده. الجميع يفكر ويتساءل: لماذا حل PKK نفسه بعد 52 عاما؟ ولماذا بدأت الدولة التركية هذه العملية الآن؟ بعد أن أطلقت حماس عملية طوفان الأقصى على إسرائيل في 7 أكتوبر، ظهرت بوادر حقبة جديدة في الشرق الأوسط، فشرعت إسرائيل وحلفاؤها باتخاذ خطوة نحو تغيير خارطة وحدود الشرق الأوسط، وبدأت عملية تمهيد الطريق من قبل إسرائيل، فوجهت ضربات قاتلة مميتة إلى حماس وأطاحت بنظام الأسد وقطعت أذرع إيران في المنطقة. وتقول أطراف إن إسرائيل بدأت ببناء مشروعها التوراتي التاريخي ممر داوود وتحقيقه. ممر داوود مشروع استراتيجي بري واسع يمتد من إسرائيل عبر مرتفعات الجولان إلى جنوب سوريا وصولا إلى نهر الفرات. هذا الممر يمر عبر أرض كردستان أيضا. في الوقت نفسه يهدف هذا الممر إلى تغيير الحدود، لذلك فإن كافة القوى التي تريد تغيير الحدود وتلك التي لا تريد ذلك أيضا تحاول إحكام قبضتهم وسيطرتهم على الكرد. لهذا تحاول جميع القوى والأطراف تشكيل تحالف عسكري وسياسي واقتصادي مع الكرد. PKK ومنذ 41 عاما وتحت شعارات حرب الجريلا، الحرب المشروعة وغيرها العديد من المفاهيم الأخرى المختلفة، حمل السلاح وزعم قائلا بأنه يحمي الكرد بهذا السلاح، بينما ألقى سلاحه وتجرد منه في الوقت الذي حمل كل من في الشرق الأوسط السلاح. عملية نزع سلاح PKK وحله لم يكن مشروعا إسرائيليا، بل كان مشروع أولئك الذين لم يرغبوا في تغيير الواقع والخارطة والحدود. هناك الكثير من الأدلة والبراهين حول انخراط بريطانيا في هذا البرنامج، وأن بريطانيا تعارض قيام إسرائيل بتغيير الحدود وفقا لمصالحها، رغم أنها لا تكشف هذا للعلن، وأن بريطانيا تحاول حظر المشروع الإسرائيلي وتعطيله عن تركيا والعراق، ولهذا عادت إلى الأراضي العراقية بشكل تدريجي. فمن جانب أبرمت تحالفا اتفاقا عن طريق شركة بريتش بتروليوم للنفط في كركوك، وفي 14 كانون الثاني وقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء العراقي تحالفا كبيرا في لندن، وأبدت بريطانيا رغبتها في العودة إلى العراق بقوتها العسكرية وتمركزها في الجيارة، كما عملت بريطانيا أيضا مع تركيا كمستشارة في نزع سلاح PKK. ونحن نعلم أن رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 ريتشارد مور قام ببعض الزيارات السرية إلى تركيا الخريف الماضي، وطرح هذه الاستراتيجية على الأتراك: إذا لم تنزعوا سلاح PKK وتحلوا القضية الكردية سلميا داخل حدودكم فلن تتمكنوا من حماية حدودكم. ووفق هذه الاستراتيجية شرع الداخل التركي في التجاذبات والتحركات، ولحل القضية الكردية وفق معاهدة أخلاق وكلت هذه المهمة إلى دولة باقجلي، الشخص الأكثر قومية وعنصرية في تركيا. بعبارة أخرى، العملية التي تمت بين باقجلي، أردوغان وأوجلان هي جزء من استراتيجية إبقاء الكرد بلا كيان وليس حل قضيتهم. ولو لم تحدث هذه التطورات والظروف لما أقدمت الدولة التركية على تفكيك PKK وهدمه على الإطلاق. ففي تسعينيات القرن الماضي كان أوجلان يسكن في الشقة نفسها مع مستشار الملحق العسكري التركي في دمشق، ولم تستهدف الدولة التركية حياته مطلقا لأنها كانت بحاجة ماسة إلى أوجلان. فقد نجحت الدولة التركية في إبقاء مجتمعها حيا بحجة وجود PKK لمدة 50 عاما، وأضفت الشرعية على تدخلاتها العسكرية في الشرق الأوسط. فلولا وجود PKK لما تمكن تركيا من إقامة قواعد عسكرية لها في إقليم كردستان منذ تسعينيات القرن الماضي، ولما احتلت عفرين وسركان. كما استغلت الدولة التركية أوجلان واستفادت منه بشكل كبير في تتريك ذهنية الشعب الكردي في باكور كردستان، فكان أوجلان الدجاجة التي تبيض ذهبا للدولة التركية.
وبعد الألفية الثانية أديرت دفة بككة وفقا لاستراتيجية الدولة التركية، فكانت هناك هدنات وقف إطلاق النار عندما كانت ضرورية للأتراك، كما كانت هناك حرب عندما كانت الحرب ضرورية. والآن تتجسد مصلحة الدولة التركية في حل بككة، لهذا يقوم بككة بتفكيك نفسه وفسخ تنظيمه. كل هذا يبين لنا أن نزع سلاح بككة وحله لا يعني حل القضية الكردية داخل حدود تركيا، بل الهدف هو حماية حدود تركيا وإبقاء الكرد بلا كيان. فأوكلت الدولة التركية هذه المهمة إلى بككة وأوجلان ليخدعا الكرد هذه المرة بلا أي سلاح.